اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي لسمك. ده سمك ماكريل 4 وحدات. يعني هو الراجل نضفهم لي، وانا جيت بقى شطفتهم غسلتهم كويس. وبعد كده صفيتهم من المية، رش عليهم بقى رشة ملح يعني على الناحيتين. رشة ملح كويسة، وبعد كده هنشطفهم تاني. جربوا بقى تعملوا الوصفة دي، تعجبكم جدا وتغيير في الأكلات. اجيب بقى معايا الخضار بتاعنا، معايا جزر وبصل وقوطة وفلفل أصفر وفلفل أحمر وفلفل أخضر وليمون وتوم وحزمة كزبرة. ومعايا خل، لكن طبعا مش هحط حزمة الكزبرة كلها، هحط نصها بس. هنجيب بقى الحاجات دي كلها نغسلها كويس ونقطعها، والجزر هنبشره على المبشرة. وانا واقفه في المطبخ كده لقيت بنتي جابت بصل اخضر، فقلت بقى اخد واحده واقطعها عليه كمان، هتدي طعم حلو جدا. بصوا بقى شكلها كده بعد ما قطعناها، انا ولادي واقفين جنبي عمالين بياكلوها حاف كده، يعني من غير اي حاجه. طعمها حلو جدا وشكلها كمان. نحط بقى شويه زيت، حوالي ربع كوبايه زيت كده، ومعلقه من الكمون. توصي بالكمون والكزبره، اهم حاجه في السمك بيحب الكمون والكزبره. هنحط معلقه فلفل اسود وشويه شطه، لان انا مش حاطه فلفل حامي، انا حاطه كله رومي. بس كده. حط بقى مكعب من المرقه، وكل البهارات اللي بتحبيها حطيها. ومعايا بقى رشه بابريكا عشان تحمره كده ويبقى لونه محمر وحلو. هنحط برضو شويه ممكن توم باودر وبصل باودر، لو عندك حطي، واحط شويه قرفه. بس كده. ونحط ملح بقى بتاعنا ونظبطه كده. واهم حاجة اتوصي بقى بالليمون وبالخل، علشان تعرفين السمك بيبقى زفر، فما يبقاش ليه ريحة زفارة. وما تنسيش بقى وانتي بتغسلي المواعين تحطي شوية خل كده في الصابون، مكان بقى النظافة وكده لما تيجي تنضفي. كده خلاص بقى. مسكت كل سمكة قطعتها 2. ليه؟ علشان ادي كل واحد حتة على قده، واللي يخلصها اديله تاني، لان انا لو اديت لكل واحد سمكة هيبهدلوها، واللي هيبقى منهم مش هيرضوا ياكلوه. فانا قطعتهم بالنص عشان كده. امسك بقى الخضار بتاعي اعصره كده جوه السمكة علشان ينزل ميته، والسمك يشرب من التوابل بتاعتنا ديت ويتملح كويس. هنسيبها بقى حوالي كده ساعة، نص ساعة، على حسب الوقت بتاعك. يعني عودي نفسك لما تيجي تعمليه اعملي قبلها بشوية، علشان تسيبيه في التتبيلة بتاعتك، بيبقى طعمه احلى بكتير. ندي رشة زيت بقى على الوش كده. حلو، عشان لما تيجي تحمريه يتحمر معاكي. فرن سخن جدا، اهم حاجة الفرن يكون سخن. عودي نفسك اي حاجة تدخليها الفرن لازم يكون فرن سخن. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، وحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم كده. السمك اهوت ومعاه شوية جرجير حلوين قوي. كده استوى. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.